الوالد والوالدة هم الذين ربوك وأنت صغير، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رد الفضل إليهما بتربيتك حتى نشأت وأصبحت هكذا. ربكم أعلم بما في نفوسكم. الله جل وعلا أعلم بما في نفوسكم. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إن كان عملك وبرك لوالديك من أجل الله عز وجل بها ونعمة، وإن كان من أجل الناس رياء وسمعة أن هذا الفلان بار بوالديه وهذا بار بوالديه يخشى كلام الناس، ربكم أعلم بما في نفوسكم. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إن لم يكن ذلك من أجل الله فعد أنيب إلى الله عز وجل واعمل جاهدا على أن تبر الوالدين من أجل طعمة في المسكين، طعمة للمسكين تدخل السرور على قلب المساكين في يوم العيد، وكذلك إخواني كفارة للصائم من الرفث والشتم. الإنسان ما يقصر في حق الله عز وجل بحق الناس، فهذه إخواني كذلك طعمة للمساكين وكفارة للصائم على ما اقترف. لذلك إخواني فلنسارع بإخراجها قبل أن تدخل أو أن يدخل وقت صلاة العيد. وهذه الصدقة إخواني إذا أردت أن تعطيها لإخوانك هنا بلغهم أن هذه الصدقة صدقة فطر أو صدقة كفارة صيام. يعني هذا واحد ما قدر يصوم، لا مريض، لا يرجع ظروفه كفر، لا توضع هذه الصدقة إخواني في صندوق المسجد. تبرعات المسجد لها مقامها الصندوق. أما صدقة الفطر هذه طعمة للمساكين، احرص على ذلك وعلى الانتباه. أسأل الله جل وعلا في هذا اليوم العظيم وفي آخر جمعة من رمضان وفي هذه الأيام المباركة أن يجعلنا وإياكم من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم من علينا وعلى أبنائنا وعلى نسائنا بالهداية والتوفيق. اللهم يا أرحم الراحمين اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وذكرنا منه ما نسينا واحفظنا به يا رب العالمين. اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أعن نساءنا وبناتنا على الستر والحجاب. اللهم أعنهم على الستر والحجاب. اللهم كن معهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وأيدهم بنصرك يا رب العالمين. واحفظنا به يا رب العالمين. اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أعن نساءنا وبناتنا على الستر والحجاب. اللهم أعنهم على الستر والحجاب. اللهم كن معهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وأيدهم بنصرك يا رب العالمين. وعليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا رب العالمين ارفع الغم عن هذه الأمة. اللهم فرج عن هذه الأمة في هذا الشهر العظيم. اللهم فرج عنا يا رب العالمين واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم أعنا على بر والدينا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وقونا لطاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم قونا لطاعتك يا رب العالمين. اللهم لا نخرج رمضان إلا ونحن بذنب مغفور يا رب العالمين. اللهم لا تخرج رمضان عنا إلا بذنب مغفور لنا يا أرحم الراحمين. اللهم تغمدنا برحمتك. اللهم استرنا واستر أعراضنا واستر بناتنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادنا وارعاهم وارحمهم يا رب العالمين. اجعلنا في حفظك وكنفك وسلطانك ورعايتك. اللهم في رعايتك يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طعمة للمسكين، طعمة للمسكين تدخل السرور على قلب المساكين في يوم العيد، وكذلك إخواني كفارة للصائم من الرفث والشتم. الإنسان ما يقصر في حق الله عز وجل بحق الناس، فهذه إخواني كذلك طعمة للمساكين وكفارة للصائم على ما اقترف. لذلك إخواني فلنسارع بإخراجها قبل أن تدخل أو أن يدخل وقت صلاة العيد.
الله كفر. لا توضع هذه الصدقات اخواني في ايش؟ في صندوق المسجد. تبرعات المسجد لها مقامها من الصندوق. اما صدقه الفطر هذه تعمل للمساكين. احرص على ذلك، كن على انتباه. اسال الله جل وعلا في هذا اليوم العظيم وفي اخر جمعه من رمضان وفي هذه الايام المباركه ان يجعلنا واياكم من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم من علينا وعلى ابنائنا وعلى نسائنا بالهدايه والتوفيق. اللهم يا ارحم الراحمين اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا وذكرنا منه ما نسينا واحفظنا به يا رب العالمين. اللهم رد شباب المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد شباب المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اعن نساءنا وبناتنا على الستر والحجاب. اللهم اعنهم على الستر والحجاب. اللهم كن معهم يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان وايدهم بنصرك يا رب العالمين. وعليك بالظالمين الراحمين. اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا وذكرنا منه ما نسينا واحفظنا به يا رب العالمين. اللهم رد شباب المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد شباب المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اعن نساءنا وبناتنا على الستر والحجاب. اللهم اعنهم على الستر والحجاب. اللهم كن معهم يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان وايدهم بنصرك يا رب العالمين. وعليك بالظالمين فانهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالظالمين فانهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم يا رب العالمين ارفع الغمه عن هذه الامه. اللهم فرج عن هذه الامه في هذا الشهر العظيم. اللهم فرج عنا يا رب العالمين واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اعنا على بر والدينا يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وقونا لطاعتك يا ارحم الراحمين. اللهم قونا لطاعتك يا رب العالمين. اللهم لا نخرج رمضان الا ونحن بذنب مغفور يا رب العالمين. اللهم لا تخرج رمضان عنا الا بذنب مغفور لنا يا ارحم الراحمين. اللهم تغمدنا برحمتك. اللهم استرنا واستر اعراضنا واستر بناتنا يا رب العالمين. اللهم احفظ اولادنا وارعاهم واحفظهم يا رب العالمين. اجعلنا في حفظك وكنفك وسلطانك ورعايتك. اللهم في رعايتك يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.